إنسانية على المسلسل في هذا عرسي قيم. فمتخل وأسر أيتان حوتل ومسيتين واحدا تلو واحدا. فمتخلت عبارة عن تأليف منقسم على 3 محاور: تعريف مفهومه، تاريخه، وتصنيفاته معا. على بركة الله. مفهوم تعريف. تعريف اللغة من ألف تأليفا. قال ابن فارس: الهمزة واللام والفاء أصل واحد، يدل على انضمام شيء مع انضمام شيء إلى شيء، ودون الشيء تممت بعده إلى بعد فقد ألفت تأليفا. أما في تعريف آخر لعلامة ابن منظور حتى عرفه: ألفت بينه تأليفا إذا سمعت بينه بعد تفريقا، وألفت شيء تأليفا إذا وصلت بعد ببعد، ومنه تأليف كتب. أما اصطلاحا هو شعر أشياء كثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد مع تمييز بين الأنواع وتصنيف أعم منه بسياق الآخر. يطلق التأليف على كتابة بحث أو كتابة تأليف، لأن الكاتب يجمع بين المعلومات على وجه التناسب. ويطلق على كتاب مؤلفا لأنه يجمع وينتج معلومات تتعلق بعلم أو أدب أو فن ما، مما يندرج ضمن اسم تأليف ما تدله علماء من مقاصد وأهداف. تأليف هذه ينبغي اعتمادها إلغاء ما سواه، وهي تضمين ناقص، سمع متفرق، اختلاع معقول، تفسير مثمر، تهذيب مدور، تبيين خاطئ، تعيين مبهم، ترتيب مخالف. أما فما يخص تاريخ التأليف، معنى التأليف على 5 مراحل. مرحلة الأولى ما قبل الكتابة، ترتيب ورواية صفوية أعتقد منذ الدخول الباشا إلى 3500 قبل الميلاد. في هذه المرحلة كانت ترتيب بصرية وهي وسيط أساسي وواحد لحفظ ونقل التراث. كان التأليف يتم عبر رواية صفوية متوكلة مما يجعل معرفة ود النسيان والتخيل. فواسط هذا المرحلة هو الترتيب اللغات: كهنة، حكماء، شعراء، أدوات حفظ، قصص، أساتذة، قصائد موسونة، تسهيل التدبر، ورسومات بدائية على سكان الدهور. سمة عامة لهذه المرحلة هيمنة المعرفة اللاملكاسية وهساسة في التخزين، حيث سأل في المرحلة الثانية مرحلة اختراع كتابة، ألواح، نقوش من 3500 قبل الميلاد إلى القرن الثاني الهجري. تبدأ هذه المرحلة باختراع الكتابة التي تعود أعظم دولة في تاريخ معرفة بصرية، حيث فازت معلومة عن كثير أطفال من بين توجد يوجد مسمارية بلا جرافتين حوالي 3500 قبل الميلاد باستخدام ألواح دينية. كانت كتابة في بدايتها تسويدية ثم تتوالى إلى المقطع. كتابة هيروغليفية مثل قديمة، استخدام ورق بلطي مما سمح بدخول أول سطر خفيف الوصل لكتابة الرفائف. وسأت من بعدها دولة أبسطية حوالي 1500 قبل الميلاد، أتى اختراع أبسطية إلى تبسيط عملية كتابة وقراءة ونقل التأليف من حاصل الكهنة والطبقة العليا إلى شريحة أوسع من المجتمع. من بعدها الكتابات الأولى استهال مراكز التأليف والتحسين في عالم الكاتب مثل مكتبة استنكلاتية ومكتبة آسود في نيبال، حيث كانت أعمال تنسخ على رفائف البدن. أما المرحلة الثالثة
مرحلة مخطوطات أوراق تودر وناسخ قرن ثاني ميلاد إلى قرن 15 ميلاد. تميزت هذه المرحلة بانتقال طريقة حفظ كتاب من لفائف إلى مدونة التي تصبح كتاب حديث بصفائح مسندة مما سهل القراءة والبحث مثل قط ومدونة وما تستأليف وعصر التهاب الإسلامي ودولة ولا. أما المرحلة الرابعة مرحلة اتباع وانتشار واسع من منتصف القرن الخامس إلى سنة 1980 ميلادية. ستلت اختراع الطباعة بحروف متحركة دولة لا تداهى في تاريخ التأليف، حيث نقلت من كتابة من شخص لشخص إلى عملية إنتاج ضخم مثل اختراع الطباعة. فضل يعود إلى يوهانس في أوروبا حوالي 1450 ميلاد. أتت الطباعة إلى مضاعفة إنتاج وتوحيد النصوص وانتشار المعرفة وتأليف منهاج الحديث. مرحلة أخيرة مرحلة رقمية مثبتة من 1980 إلى حالنا الآن. في هذه المرحلة انفصل التأليف من وسيله مادي يصبح رقما إلكترونيا، وتميزت بظهور وسائل التخزين غير محدودة وشائقة. فوسيلة هذه المرحلة ملفات رقمية قواعد بيانات ثبت عن تقوية الإنترنت تولى نصوص فائقة سمحت للإنسان نصوص ملتقطة ومتعددة وسائل مما خير مفهوم كتاب تقليدي تأهيل تأليف تعاوني وسمعي. ظهور مصانع دوبلا مثل ويكيبيديا حيث يتم تأليف ومراسة بشكل سمعي تأليف آلي في وقت حادث. بدأت تظهر أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في سياق المحتوى وتوليده مما يفتح مرحلة جديدة في تاريخ التأليف. أما الآن سأتحدث عن تصنيفات شخصية في التأليف. لدينا كتاب صديق أول وبوابة إلى عوالم لا حصر لها. نشأت بين صفحات كتب وروايات أتاخذ من خيالها ومعارفها. هذه القراءة مستمرة لم تكن مسيدة هاوية عافية، بل كانت سلالة أيقاظة في داخل اللخبة السامحة في تأليف لأصبح جزءا من هذا العالم الساحر. بدأت خطواتي الأولى في الكتابة بخاص وتردد. كانت نهاية حصص اللغة العربية في مستوى في ثانوية أي سنتين وسيسم وبطلونيا مساحتي خاصة. كنت أستغل الدقائق الأخيرة بعد أن تنتهي الحصص واحد المدة في نهاية الدرس ونهاية الخلوص أستغلها أنا لإطلاق عنان قلمي في كتابة قصائد متفرقة. كنت أعتاد أن أسلم هذه المحاولات السهلة لمعلمة اللغة العربية لتصحيحها وتقييمها. وفي أحد الأيام سألتني نصيحة ثمينة التي كانت بمثابة انطلاق، حيث قالت لي أكمل في هذا الطريق. كانت كلماتها بمثابة دفعة قوية نحو الثقة في فكرتي. سألت أنه حان وقت لخوض تسريبات أعماق أكثر التحدي. تساءلت في نفسي لماذا لا أشتغل في التأليف، ومن هنا أبحث في خيالي والقلم في عالم القصص. كانت أول احتمال هذه الرحلة قصتي الأولى بعنوان خالد ومتطلقة. كانت هذه القصة بالنسبة لي أكثر من مسلسل، لقد كانت انعكاسا صادقا لحياتي الشخصية وتسريبتي مع نقص النطق، وكيف أعيش حياتي يوميا متقيمة على هذا التحدي. ومع ثلاث محاولات وتسريب لم أهمل البدايات الشعرية. قررت أن أسمع تلك القصائد التي كنت أكتبها في السابق في عمل واحد يصبح الكتاب الثاني الذي سميتها القصائديات. فهذا هو الكتاب الذي ألفته.
لي في متابعة توثيق لبداياتي في عام السعد، أما الآن فقد أكملت رحلتي في التأليف عن أحدث أعمالي، وهو كتاب عدة في المنشور الإسلامي، وهذا فآخر أعمالي التي ألفته في حداثية مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الثاني في ماستر، بحال مسألة امتحان بحث الامتحان اللي كنت ألفه. وهذا عمل يمثل نقلة نوعية في مسيرتي، حيث يجمع بين السخاء في الكتابة واهتمامي بالبحث والتأليف في مجال المنشور الإسلامي. إن رحلتي في التأليف مستمرة، وطول عام السادس هي خطوتي الأولى نحو اكتشاف ذاتي وتعميق اقتصادي. وفي هذا المسمع أود أصرح شيئا من طريق بداياتي في قراءة روايات وكتب كانت بفتح الأستاذ حسين بيتا، كنت أجلس عنده في بطالونيا في اجتماعيات، فكان يحفزون في مستفتحات القراءة. وشكرا لكم. بارك الله عليك. إذا شكرا جزيلا لأن رحبتم معي هذه التجربة لهذا الطالب الباحث، رغم وجود ذلك العائق المتعلق بالنطق، إلا أنه تحدى كل العوائق وحاول من خلال تجربته الشخصية أن يبدع، أن ينتج، أن يعبر عن ما في كوامن نفسه من مشاعر، من أحاسيس، وأن يحاول أن يتجاوز ذلك النقص الذي يعاني منه. ولكن رغم ذلك فهو ما زال في رحلة التحدي من خلال التأليف.